السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة تشوفي قناتي اهلا وسهلا بيك، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديدة. وصفتنا النهاردة الكبدة الاسكندراني، سهلة وسريعة ومش هتاخد منك وقت. تقدري تقدميها وجبة غدا او وجبة عشاء. هنبدأ الفيديو بالمقادير. عندي 500 جرام كبدة متقطعة شرايح وسط، ربع كوباية خل، فلفل أخضر وفلفل حامي، فلفل ألوان، بصلة وسط، 4 فصوص توم، عصير ليمونة، نص معلقة صغيرة من بابريكا، فلفل أسود، كمون، 7 بهارات، ومعلقة ونص صغيرة ملح. هاخد حباية فلفل أخضر، نص كمية التوم، نص كمية الكمون، ونص كمية الملح، وأفرمهم مع بعض عشان نتبل بيهم الكبدة. التتبيلة دي جميلة جدا للكبدة، بتشيل أي ريحة زفارة وبتديها طعم حلو. هقطع البصل جوانح والفلفل شرايح رقيقة عشان ما ياخدش وقت في التسوية. هضيف عصير الليمون للتتبيلة، هقلب التتبيلة مع عصير الليمون ونتبل الكبدة. اول حاجة هضيف التتبيلة، وبعدين الخل، والبهارات الجافة، الخل والثوم والليمون مديني ريحة جميلة جدا للكبدة. هقلب الكبدة مع البهارات كويس جدا واسيبها في البهارات حوالي 10 دقايق، وبعدين اضيفها المصفى عشان تنزل المية اللي فيها، لان اول ما تضيف الكبدة للطاسة المية اللي موجودة فيها هتديكي ريحة زفارة. فاحنا عايزينها من غير مية بالتتبيلة الجميلة بتاعتها دي. هحركها بالشوكة او اضغط عليها ضغطة صغيرة كده عشان المية اللي موجودة فيها تنزل. مش هينزل منها كمية كبيرة يعني، ده شوية صغيرين جدا بالشكل ده كده. بس شوية المية دول قادرين يغيروا طعم الكبدة 150 درجة. في طاسة على النار هضيف ربع كوباية زيت، وهسيب الزيت يسخن تماما وانزل بالكبدة. لازم الزيت يبقى سخن معاكي عشان تعملي صدمة للكبدة وما تنزلش مية. وبرضو ما تقلبيش الكبدة في الاول كتير، قلبيها بالراحة على الهادي كده عشان برضو ما تنزلش مية. ودي من اسرار الكبدة اللي بتديكي طعم حلو وتمنع منها ريحة الزفارة نهائي، وكمان تتسوى تسوية حلوة. احنا عايزين نسويها في الزيت مش في المية. هضيف كمان فصين توم مفرومين، فصين التوم دول ادوني ريحة جميلة جدا للكبدة. واول ما الكبدة تاخد لون ذهبي خفيف هنزل بالبصل والفلفل الالوان. ممكن تستغنى عن الفلفل الالوان وتستخدمي فلفل اخضر بس، وممكن تستغنى عن الفلفل الحامي لو مش حاباه. بس احلى حاجة في الكبدة الاسكندراني انها بتكون مشطشطة شوية.
احنا كده مش هنضيف بهارات تاني، البهارات بتاعتنا ضفناها للكبدة. الكبدة اخده بهارات كفاية وتتبيلة مظبوطة. هقلب الخضار مع الكبدة لحد ما يبتدي يدبل. هضيف معلقة صغيرة سمنة بلدي تعزز الطعم كده وتديني ريحة حلوة وطعم حلو. واستمر في التقليب لحد ما الخضار يستوي والكبدة تاخد لون ذهبي حلو. الكبدة بتستوي بسرعة جدا، يعني ممكن ما تاخدش معاكي وقت حوالي ربع ساعة. بس لو عايزة تاكلي كبدة مظبوطة سويها على نار هادية، ما تعليش النار عليها عشان ما تتلسعش. وكده الكبدة بقت جاهزة معانا، هنضيفها لأطباق التقديم. طريقة التقديم ترجع ليكي انتي، ممكن تقدميها مع رز وسلطة ومخلل او ممكن بطاطس محمرة. الكبدة بتبقى حلوة مع الرز لو هتقدميها وجبة غدا. لكن لو هتقدميها وجبة فطار تقدري تقدميها مع عيش التورتيلا او العيش البلدي. هي الكبدة بصراحة حلوة في كل حالاتها، وممكن تعمليها سندوتشات فينو. واساس الكبدة الاسكندراني بتتقدم مع العيش الفينو. هضيف الكبدة للعيش الفينو وعلى الوش هضيف عليها طحينة وممكن كاتشب. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم يوميا اشعار بوصفة جديدة. والفترة اللي جاية ان شاء الله هننزل وصفات رمضان وحلويات رمضان. تابعوني واشوفكم في فيديو جديد بوصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.